سمعت رئيس ضمك ايش يقول اخر مره؟ انه بيساعد نادي الهلال، اسمع. اكيد المباراه بتكون ضد النصر، ما هي سهله. ممكن احنا نفوز نتعادل، فتعني النتائج هذه الانديه ثانيه، يعني نادي الهلال ينافس على الدوري، ممكن يحقق لقب الدوري، فاكيد راح تكون مباراه ما هي سهله. اسمح لي ارفع لك القبعه. رئيس ضمك انه انظرف من الهلال في مباراه الهلال ضمك وما انحسب له ضربه جزاء، وطلعت المباراه باخطاء تحكيميه فادحه، وهم تاثروا من المباراه. سبحان الله نسيوا. يمكن وزاره الرياضه تعطيهم منحه زي ما اعطت نادي الشباب، ما اعتقد، الله اعلم. الدنيا حظوظ. من ياسين بونو، نشوف كرة مرة أخرى. هل هنالك تلامس من ياسين على فالنتين، وبالتالي رايح على جسم اللاعب، انما لو ايد بونو رايح على الكوره اقول لك ده هنا كان في منافسه على الكوره، لكن ايد بونو ما راحتش على الكوره. احنا ممكن الجدل يبقى اصعب لو ايد بونو دي نزلت تحت راحت على الكوره. لا، ايد بونو راحت على ركبه لاعب نادي ضمك. خلينا نشوف راي كابتن محمد فودة. ابو فهد، ايش رايك؟ تتفق مع سمير ولا تتفق معي في شكوكي؟ نبغى نجيب اللعبه طبيعيه، بلاش البطيئه. نجيب اللعبه الطبيعيه. لا، هناك بونو قامت بعمليه عرقله من فوق الركبه مهاجم نادي ضمك، وبالتالي ركله جزاء كان مفترض انه حكم المباراه يذهب الى، او حكم الفي ار يستدعي الحكم ويقول له على الحاله، والحاله كانت واضحه، ركله جزاء لفريق ضمك. طيب هاي تعتبر وش تهور؟ شكلها كذا بتكون استعدادات نادي ضمك لمباراه الهلال، شكلها استعدادات قويه جدا للمباراه. Hey,